شايفين المطبخ نضيف فل. بس معانا شوية حاجات كده، الحمد لله انا مبيته نضيف. هنعمل النهارده مع بعض، بصوا افكار تنفع معاكم للعزايم خطيرة جدا. بس قبل ما نبدأ نعمل روتيننا مع بعض، معانا شوية طلبات هنرجعهم مكانهم وشوية منظمات بس كده هنرتبهم على السريع، ونبدأ أفكار عزومتنا الخطيرة هتعجبكم جدا إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ على الفيديو، ما ينسوش إيه يا زينة؟ لايك واشتراك وشير. عشان إيه؟ عشان خلاص. خلاص. كومنت. اسمعوا بقى كلام زينة واعملوا لايك علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد. بصوا أنا بعمل اللي أنا بعمله ده. بصوا كل جمعة أو خميس بالليل لازم أعمل المنظمات، علشان ايه؟ التلاجة بتفضل معايا نظيفة أصلا، مش بتتبهدل نهائي. ولو في أي حاجة أصلا خلصت مثلا أي نوع خلص، باخده وبغسل المنظم بتاعه، وببقى سايباه لحد لما ايه اجيب الحاجة اللي نقصت واحطها مكانها تاني. بصوا دايما خليكم مرتبين ومنظمين، هتلاقوا ايه مش بتتعبوا كتير، هتلاقوا ايه التعب اقل. وانا هنا ببقى موسوسة جدا، لازم اغسل الفاكهة كذا مرة، وبعدين بنقعها بشوية كده واسيبها حبة كده حلوين منقوعة في الخل، وبعدين بشطفها تاني وبسيبها تتصفى وبحطها في المنظمة، بنيجي ناكلها بشطفها تاني. مش عارفة في حد شبهي ولا ايه. بعد كده بقى ايه بغسل واحدة واحدة تاني. بصوا اهم حاجة اغسلوا الفاكهة كويس جدا يا جماعة، عشان ايه؟ لو فيها اي حاجة يعني مبقاش ضامنين برضو، فاغسليها بقى وصفيها وحطها في المنظم. بصوا بقى ماشية بقى بالنظام ده على كل الأصناف، بغسلها كويس أول، وبعدين أحط مية كذا مرة، وبعدين بحط عليها خل. ما تزهقوش يا جماعة، مع الوقت والله ما تتعودوا. وبلاش ان انت تعينوا الحاجات من غير غسيل في التلاجة وكده يعني. ومنظمات يعني مش بمبلغ كبير، بس هتلاقيها منظمة التلاجة، ودايما التلاجة نظيفة وشكلها مرتب وحلو. ودي هدية بسيطة كانت زي ما انت جايبها لي. ايوه. بعدين بقى طلعت اللحمة وقلت افكها في الميكرويف، يكون انا خلصت باقي الحاجات. هي مش بتاخد وقت في الفك، بتفك في ثواني. بس لما بكون مرتبة انا هعمل ايه قبلها، مش بطلع وبحطها وكده، لا ببقى مطلعها في التلاجة وبحطها في طبق وبصحى الصبح الاقيها فكة. هنا هنعملها هنضغطها في الحل الضغط عشان ايه ما تاخدش معايا اي وقت. فانا اكتر حاجة بحبها ان انا ما اشوحش اللحمة، ما بحبش اشوحها. اول حاجة عشان ما احطش فيها مادة دهنية، نسيبها خفيفة كفاية الدهون اللي في اللحمة. وتاني حاجة عشان ما تبهدليش المطبخ والرخامة بقى والزيوت تطير فايه. وبعدين مش هتلاقي فرق في الطعم، هتلاقي اصلا وانتي سقطها كده في المية احلى بكتير. جبت بصلة وقطعتها، بس قبل ما بنحطها بسيبها تغلي شوية كده حوالي دقيقتين 3. لو فيها اي زفرة تطلعها، وفي نفس الوقت لو الريم بيتجمع بقى كده وبيبقى احسن. نعمل دي، وحطيت فلفل اسود و7 بهارات وسنة بسيطة من بهارات اللحمة، ونغطيها بقى واقفلي عليها كويس جدا وسيبيها. يعني هتاخد معاكي على حسب نوع اللحمة، بس هنا اخدت معايا 20 دقيقة. وانا بقى استراحة محارب عملت كوباية عصير وقعدت شربتها ورجعت بقى اكمل. هنعمل صينية بطاطس باللحمة. بجد لو جربت الطريقة دي هتحسي انك ما اكلتيش لحمة بالطعامة والخطرة دي، بتبقى تحفة جدا. و... وبتبقى طعمها مميز كده وحلو. وتقريبا انا ما عملتش معاكم لا صينيه لحمه بالبطاطس على القناه دي خالص، فبصوا اعتمدوا على الطريقه دي، طعمها بيبقى تحفه جدا. بجيب الفصين، بطاطا. معلقه من الثوم. ايوه زين خليكي قاعده جنبي، كل ما اغلط في كلمه تقولها لي. معلقه من الثوم وشويه من الزيت، وبعد ما اخدت لون واصفرت كده نزلت انا بنزل بالبطاطس قبل الطماطم. نزلت برشة كده من الملح، ورشة من السبع بهارات، ورشة من الفلفل الأسود. لو عندك مرقة، آه، لا مش مرقة لحمة، لو عندك مرقة خضار انزلي بيها. وبعدين جبت طماطم، وهنا انا لازم اصفي الطماطم علشان ايه الصلصة تبقى معايا ناعمة كده، ما يبقاش فيها اي مثلا شوائب او اي حاجات كده مش حلوة يعني. فبفضل اكتر ان انا اصفيها غير المحشي وكده. صفيتها بقى وبعدين باسيبها، مش باحط اللحمة دلوقتي، لأ بافضل سايباها شوية، يعني باسيبها
تغلي مثلا 5 دقايق او 10 دقايق، وبعدين ايه بنزل باللحمة. الطريقة دي احسن كتير و... وبتبقى حلوة. تعالوا بقى لحد لما تخلص نجهز تتبيلة الفراخ، بتبقى سهلة وسريعة ومش بتاخد معايا اي وقت، وبدخلها على طول في الفرن. سيبكوا انتوا بقى من نظام الطيبات والكلام ده، مش هيمشي معانا. محدش يا جماعة بيموت ناقص عمر، فناكل اللي احنا عايزينه. هنعمل ايه يعني؟ هي دي الاكلات. احنا من يوم ما اتولدنا واحنا بناكل الحاجات دي. ما ينفعش مثلا بعد العمر ده كله يرجعوا يقولوا لنا ان مثلا الحاجات دي مش كويسة او كده. آم، اجدادي يعني كانوا بياكلوها وعاشوا كتير وحلوين يعني. جبت بصلة وتوم وطماطم وفلفل، ونزلت بشوية من اللبن، ده بديل الزبادي، ومعلقة من الخل عشان بس يروب معايا. وبعدين بضربهم، وبعد كده ببقى لحد ما ينضربوا بروح بقى اجهز التوابل. والتوابل دي اهم حاجة في الفراخ، عكس اللحمة خالص. اللحمة مش بنحب نكتر لها توابل، يعني كل ما تقللي في اللحمة التوابل كل ما بيبقى طعمها احلى، وبتحسي ان انت بتاكلي لحمة كده يعني لحمة. انما الفراخ كتري فيها توابل براحتك، متستخسريش. نزلت بمعلقة من الصويا صوص، ودي معرفش لازمتها ايه، ومعلقة من دبس الرمان، وده اعرف لازمتها، بتديلها مزازة كده وبقى طعمها حلو. وعصير ليمونتين. والمعلقة دي بقى مستخدماها في التوابل، معلقة من الملح. كل فرخة بتاخد معلقة زي اللي انا وريتكلكوا دي من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من السبع بهارات، ونص معلقة من المشاوي، وربع معلقة من التوم البودر، وربع معلقة من البصل البودر، واقل من ربع معلقة من السكر. ودي بتدي لها طراوه كده للحمه بتاعها، وبيبقى طعمها حلو. افضلي بقى افركي فيها ودخلي بقى فيها كل التتبيله. خلي التتبيله ايه تتبل فيها كويس جدا، يعني تبليها. تبليها علشان احنا مش هنسيبها وقت في التلاجة. وكده ده يعتبر احلى منيو ممكن تعمليه للعزومه، بتبقى سهل وسريع. وانتي تضاعفي بقى الكميه زي ما انت عاوزه او قلليها، تعملي لحمه وفراخ وجنبها شويه رز، وكده كويس جدا. لو حابه بقى تعملي معاها صينيه جلاش، عملناها مع بعض كتير. مش شرط ان انت تتعبي نفسك، اعملي حاجات على قد جهدك. مش مهم ان انت مثلا تنفذي مثلا منيو كبير انا عاملاه في عزومه ان انت تعملي نفس المنيو، لا. انت ممكن تعملي على حسب مقدرتك من ناحيه الفلوس، وعلى حسب برضو انت قادره تعملي صحتك، يعني اهم برضو. فزي ما قلتلك اعملي اللي انت قادره عليه واللي انت بتحبيه. بس كده سبتها بقى، وبعدين هنشويها. يعني احنا عايزين نشويها، بس على فكرة الشبكة دي هي حلوة وكل حاجة، بس انا حبيتها في الكفتة اكتر. يعني هي في الفراخ مش احسن حاجة، واخدت وقت معايا في السوا. فانت لو انت حابة احطها في الصينية وسيبها تستوى. استنى تستوى. وبعد كده لما تيجي بس تحمريها، ادينيها بمعلقة من الكريمة اللباني او زبدة او قشطة عندك. بصوا بتحولها في حتة تانية خالص، والله بجد بتخلي طعمها خطير. وحطها تحت الشواية تاخد لون قوي، يعني ما هواش مثلا تتحمر وخلاص، لا خليها تاخد لون زيادة، بتبقى كأنك عاملة فراخ مشوية بالظبط. تطلع معانا بالشكل القمر والخطير التحفة ده. شايفين؟ خطيرة جدا، ولازم تعتمدوها تعجبكم جدا. وهنا بقى اللحمة كانت خلاص خلصت. ف طلعتها، هي خلاص استوت. بس انا بحب اللحمه دايبه اكتر، فبحطها مع البطاطس فتلاقيها دابت بقى اكتر كده، وبقى طعمها خطير. طلعتهم بقى كلهم، وهتاخد يعني هي كده خلاص البطاطس تعتبر داخله على السوا. ما بحبش اسيبها معاها كتير. اللي هو مثلا ايه 10 دقايق يغلوا كده مع بعض، وتاخد من البطاطس والبطاطس تاخد من اللحمه. وبعد كده بحط عليها شويه من الشبت على البقدونس، وده بحولها في حته تانية خالص، بيخلي طعمها خطير. هنا ده انا كنت مفرزاه معاكم من رمضان، يعني شايفين ما شاء الله لسه عايش معايا. بعد كده سبتها تغلي شوية، وبعدين حطيتها في الفرن وخليتها تاخد لون زيادة برضو. بتبقى اللحمة كأنها متبلاها وشوياها، بيبقى طعمها خطير. وهنا بقى غسلت الرز، وبدلي بقى اغسلي فيه بقى لحد لما تلاقي المية بتاعته بقت نظيفة. وهنا لما يكون عاملة لحمة وفراخ وكده، ما بحبش اعمل رز بشعرية، مش عارفة ليه. بحب الرز الابيض اكتر،
انت بقى لو بتحبي بشعرية اعمليه بشعرية، احنا عملنا مع بعض كتير. والبنات اللي لسه اول مرة تعمل الرز وبتتابعني وكده، كل كوباية رز بتاخد كوباية مية او كوباية الا شوية. وبعدين نزلت بمعلقة من اول بقى اما كده بغطيه وبهدي عليها النار، اول ما بيغلي بهدي عليها النار خالص وبقى كده خلاص خلص. ودي صينية البطاطس. الف هنا وشفا على قلبكم. متنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لو عجبكم.